السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد، والمسلسل اللبناني الاكثر مشاهدة في لبنان والوطن العربي. وتعالوا سريعا نشوف اهم احداث الحلقة الجديدة. بس في البداية خلونا ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيهات على الكل، وده طبعا علشان يصلك كل حلقات المسلسل اول باول. ودلوقتي يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. في المشهد ده بنشوف ندى بتيجي لغاية في وبتصحيها من النوم وبتوريها الجرايد وبتعرفها ايه اللي مكتوب في الجرايد. وفي طبعا بتقرا الخبر وبتتصدم، وطبعا بتبقى في اخبار وصدمه كبيره عن عليا كرم، وانها طبعا بنت الخدامه رحاب. في بعد ما بتشوف الخبر ده بتبتسم وتكون فرحانه طبعا لان اتشهر بعليا واتفضحت على مستوى العالم كله. وطبعا في نفس الوقت الخبر والجريده بتوصل لرحاب وبتقرا الخبر وبتتصدم وتبقى مش عارفه تعمل ايه، لكن في نفس الوقت بتاخد الجريده وبتطلع جري على بنتها عليا. وعليا طبعا كل الدنيا بتتصل بيها، وفي نفس الوقت بتقرا الخبر عشان تعرف التفاصيل ايه. وطبعا بتاخد الجريدة وبتطلع جري على في وبتتهجم عليها، وفي نفس الوقت بتوري باسل اللي مكتوب في الجريدة وبتقول له هي دي مراتك اللي انت بتحبها وبتحافظ عليها، اديها فضحتنا وعايزة تدمر حياتنا كلها، سواء كنت انا او انت او حتى جواد. وفي نفس الوقت طبعا باسل بعد ما بيسمع الكلام ده من عليا بيتجنن على في وبيلومها وبيقول لها انت ازاي تنشري خبر زي ده، وكمان ازاي تعملي حاجة زي كده. وفي طبعا بترد عليه وبتقول له انا عملت ده وهعمل قده 1000 مرة، وبعمل ده كله علشان خاطرك انت، لاني بحبك وبحافظ عليك، لان الاختبار اللي عملته عليا كذب ومش صحيح، وانا لسه عندي رأيي ان عالية بنت ريحان. وفي مشهد تاني بنشوف جواد بيقرا نفس الخبر على الجريدة، وبعد ما بيقرا الخبر بيجري جري على القصر برضه. وفي اول ما بتشوفه بتجري عليه وبتتشكر له، وفي الوقت ده بيقربوا من بعض، وفي بتقرب من جواد وبتبوسه، لكن لسوء الحظ باسل بيكون موجود في نفس المكان وبيشوف اللي حصل ما بين في وجواد، وطبعا بيتعصب وبيتقهر اكتر ما هو مقهور، لكن في النهاية بيتأكد من حب في لجواد، وبيعرف ان هو كان عبارة عن كوبري علشان في تقرب من جواد مش اكتر من كده. وطبعا هنا بيتضايق كتير وحالته النفسية بتسوء اكتر من الاول. وفي هنا بتتكلم مع جواد وبتقول له ان في ناس كتير اتكلموا معاها وكانوا شمتانين فيها كتير جدا، وكمان بتقول له ان انا اعداء كتير جدا، لكن جواد بيكون مش مهتم بعالية اصلا. وهنا بيتكلم مع عليا وبيقول لها انا عندي حل مناسب. طبعا بيعرض عليها فكرة انها تعيد التحليل مرة تانية. ولغاية هنا وسريعا كانت دي اهم احداث الحلقة. استنونا الحلقة اللي جاية، ودلوقتي اقدر اقول لكم سلام.